مباريات أقيمت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، مباريات قمة. لعل السقوط الكبير لفريق ليفربول أمام أتلانتا على أرضية ميدانه كان النتيجة الأبرز لهذا اليوم. وائل، أرحب بك معنا كما أرحب بك منير. نتيجة غير متوقعة، صعب المسألة على نفسه يورجن كلوب الآن في مباراة الإياب، هذا إذا لم تكن مستحيلة يعني. بطبيعة الحال يعني الطريقة اللي اختارها يورجن كلوب في هذه المباراة، يعني طريقة لعب واختيار اللاعبين الأساسيين، إراحة بعض اللاعبين الأساسيين خلينا نقول، لأنه أغلب اللاعبين كانوا موجودين والعمود الفقري للفريق كان موجود. حارس المرمى فان دايك موجود، ماكاليستير موجود، اندو موجود، نونيز أيضا موجود. هذول اللاعبين أيضا يعني متعودين يشاركوا مع ليفربول، ولكن مفاتيح اللعب كانت مفقودة بغياب محمد صلاح خاصة، وهو الذي يشكل الخطورة الأكبر في ليفربول. ولكن أعتقد أن أتلانتا كان جيدا جدا هذا اليوم، خاصة في الطريقة التكتيكية التي اعتمدها المدرب، خاصة في الشوط الأول باعتماد وضع الاندفاع البدني، المحاصرة اللصيقة لكل اللاعبين، حرمان ليفربول من اللعب بطريقته المحبذة في إخراج الكرة، واستغلال الأخطاء الفردية خاصة للمدافعين ولاعبي وسط الميدان. تمكن أتلانتا من تسجيل الهدف الأول في الشوط الأول، وكان قادر وأنه ينهي الشوط الأول بهدفين أو 3 أهداف لولا تألق الحارس خاصة في الكرة الأولى أمام ساكاماكا. ولكن أعتقد أنه ليفربول قد خسر حصة كبيرة من حظوظه في الترشح إلى الدور القادم أمام أتلانتا. تبقى المهمة غير مستحيلة أكيد في بيرغامو، باعتبار أن ليفربول فاز سابقا على أتلانتا في أتلانتا بالذات بنتيجة أعتقد 5 أهداف مقابل 2، وكان قادر أنه يسجل أكثر. ولكن الحال غير الحال، يعني المباراة السابقة والمباراة الحالية حقيقتين مختلفتين الأكيد. والفريق أتلانتا سيكون حذرا جدا، ونعرف نحن الأندية الإيطالية وأنها قادرة خاصة لما تكون مطالبة باللعب الدفاعي. عندما يتعلق الأمر بالدفاع يعني هم أسياد الدفاع بالضبط، يعني اعتماد طريقة الكاتيناتشو، حرمان الفريق من الوصول حتى إلى المرمى. صحيح وأنه غاسبيريني نجح في مهمة اليوم اللي هي كانت مهمة صعبة وأحدث مفاجأة حقيقة في هذه المباريات، ولكن تبقى يعني يورجن كلوب ما زالت له كلمة أعتقد في المباراة الإياب. يعني من المباريات القليلة والقليلة جدا التي يبدأها ليفربول منكمش على نفسه، متراجع في الدقائق الأولى خاصة على أرضية ميدانه. نعلم مدى خطورة اللعب في ملعب أنفيلد عندما تأتي كبار الفرق إلى هذا الملعب، تعاني سيما في الدقائق الأولى. لكن اليوم ليفربول اللي عانى في الدقائق الأولى. لماذا ظهر بهذه الصورة حتى مع غياب مفاتيح اللعب إذا كما قال وائل، لكن العمود الفقري الأساسي كان متواجد؟ نعم، ولكن كيبقى أن غاسبيريني نجح اليوم، لأن الفوز بتاع 3-0 ما يمكنناش نقصوا ونقللوا من قيمة القراءة الفنية للمدرب أتلانتا، لأنه لمواجهة ليفربول عندك حلين. إما الحل الأول وهو الصعود والضغط، يعني ضغط عالي على الفريق ليفربول وتحرموا يعني من المفاتيح اللعب تاعو اللي هما اندو وماكاليستر، فكانوا هادو مفاتيح اللعب. حاول الفريق أتلانتا أنه يضغط عليه. أما الحل الثاني فهو أنك تلعب بدفاع متأخر. اليوم المدرب أتلانتا أنا بالنسبة لي كانت مغامرة في الأول، لأن من بداية المباراة شفت أن ضغط عالي على ليفربول، قلت أنها هي مغامرة، ولكن ما كانتش مغامرة، لأن ربح الرهان لأنه استطاع أنه يشل من حركة الوسط الميدان اللي تعتبر القوة الضاربة عند في ليفربول والمفاتيح اللاعب تاع يورجن كلوب. رغم يعني نقولوا أن غياب تاع سوبوسلاي كان يعني مؤثر، يعني بالنسبة لنا سوبوسلاي وحتى صلاح تعتبروا من المفاتيح اللاعب القوية داخل ليفربول. كان حتى أتلانتا عانى من غيابات مهمة كذلك. نعم، هو عرف كيف يتعامل مع الغيابات، لأن أتلانتا يعني كما قلت أنا بالنسبة للمدرب كان ذكي أنه حاول يضغط على فريق تاع ليفربول على أساس أن ليفربول يلعبوا الكرات الطويلة، وهذا ما حصل. وكانت أتلانتا كل كور تقريبا، الكرة الثانية أو حتى الكرة الأولى كان ياخذوها المدافعين تاع أتلانتا بشكل سهل، والكرة الثانية حتى شفنا الجول الأول تاع ساكاماكا كيف الكرة انقطعت وكيف راحت وتسجلت على ليفربول.
كنشوف ان هذا شوط اول يعني فاز فيه اتلانتا، ولكن كيبقى الشوط الثاني في ايطاليا اللي حيكون شوط صعب على ليفربول، لان ليفربول الطريقه اللي شفناها اليوم يعني اول مباراه اللي هي بوجه باهت، لان خصوصا في الشوط الاول. الشوط الثاني لما كانوا تغييرات ودخلوا المفاتيح اللاعب ممتاز، كما كنهضروا كنتكلموا على المفاتيح اللاعب، فصالح انا بالنسبه لي احسن من المفاتيح المهمه داخل ليفربول، هو اللي على الاقل حاول انه يروحوا المرمى، راحوا المرمى كثير ولكن توفيق ما كانش. وكنظن ان المباراه الاياب حتكون صعبه لا على ليفربول ولا على اتلانتا. ضياع الصدارة من ليفربول، صدارة البريمير ليج قبل هذه المباراة تحديدا، برأيك على الصعيد المعنوي أثر اليوم؟ وهذه الخسارة الكبيرة كم ستؤثر معنويا على الفريق في الجولات القادمة محليا أتحدث؟ أكيد، وأنه يعني من الناحية النفسية تؤثر نوعا ما على فريق ليفربول، خاصة وأن الفريق يعني يعاني من ضغط من فريقين كبيرين وفريقين لا يرحمان ليفربول في الصدارة، مانشستر سيتي وأرسنال، فريقين فكي يعني كماشة بالضبط يعني. والتعثر الأخير لليفربول أمام مانشستر يونايتد، والتي يعني قدمت مباراة كبيرة أمام ليفربول، يعتبر نوع من الضغط النفسي التي تعاني منه ليفربول. يعني يمكن يكون فما تأثير نفسي. كذلك يورغن كلوب، يعني نعلم أنه هذا الموسم الأخير، أعلن أنه موسمه الأخير مع فريق ليفربول، بالتالي هناك نوع من الضغط أيضا على يورغن كلوب حتى في اختياراته، يمكن أن يلام خاصة اليوم، يعني اختيارات التشكيلة واختيارات بداية المباراة وحتى الرسم التكتيكي اللي بدأ به المباراة يمكن أن يلام عليه باعتباره أن فشل في فك شفرة أتلانتا. ولكن ليفربول يبقى مطالب بالتركيز العالي والحضور الذهني والنفسي، لأنه في صورة ما ليفربول يعثر عثرة ثانية في البريمير ليج أو يخرج من سباق الأوروبا ليج، ستكون الخسارة يعني مضاعفة بالنسبة له، خسارة البطولة وخروج صحيح. من الدوري الأوروبي، ممكن أن يفقد كل الألقاب التي ينافس عليها يورغن كلوب في موسمه الأخير. كما قلنا نتوقف الآن مشاهدينا. أتلانتا الإيطالي إذن يضع قدما في نصف نهائي اليوروبا ليج بعودته من ملعب أنفيلد في ليفربول متفوقا ب3 أهداف دون رد في ذهاب ربع النهائي. ينضم إلينا الآن عبد المجيد السباوي مراسل قنوات بي إن سبورتس من مدينة ميلانو. أهلا بك معنا عبد المجيد. يعني بالنظر إلى المباريات الست الأخيرة التي خاضها أتلانتا في الدوري المحلي، فإن أكثر المتفائلين بهذا الفريق لم يكن يتوقع انتهاء هذه المباراة بهذه النتيجة، صحيح؟ نعم، تحية طيبة. أتلانتا يصنع المفاجأة، فالكل هنا صحافة وجماهير كذلك تحدث عن مفاجأة يصنعها غاسبيريني أمام فريق ليفربول. الكل يثني على المدرب غاسبيريني الذي لعب بشجاعة في هذه المباراة ب3 مدافعين في الدفاع و5 أو 4 لاعبين في الوسط مع لاعبين في الهجوم، وهذا الأمر يؤكد رغبة غاسبيريني بالعودة بنتيجة إيجابية للعب بأريحية في مباراة الإياب. عموما أتلانتا رغم هذه المفاجأة لكنه عودنا في المباريات التي لعبها أوروبيا على صناعة مثل هذه المفاجآت. يؤلم دائما خارج الميدان، له القدرة على التأقلم مع المباريات الكبيرة. يتوفى على لاعبين رغم أنهم ورقيا لاعبين متوسطين، لكن هناك لاعبين قادرين على حسم المباريات مثل باليزيتش، مثل كذلك سكاماكا في الدفاع، دفاع قوي متماسك. لهذا هذا الفريق له القدرة على كذلك التأهل إلى الدور نصف النهائي، وكذلك البلوغ إلى النهائي لصناعة المفاجأة. يعني من الضروري جدا تقسيم الأولويات في هذا التوقيت من عمر الموسم. على ما يبدو أن يورغن كلوب يعني كان حسم أمره في الشوط الأول بتركيزه على بطولة الدوري قبل أن يغير رأيه في الشوط الثاني. اليوم مع الخسارة ب3 أهداف، هل يتوجب على يورغن كلوب أن يتخلى تماما عن هذه البطولة ويركز في بطولة الدوري المحلي، سيما وأنه ينافس بقوة على اللقب؟ لا أظن، لأن يعني لو كنت في مكانه في مباراة الإياب كنت ستعتمد على كل لاعبيك من أجل تعويض هذه النتيجة؟ نعم، لأن
بالنسبه لليفربول جميع الالقاب هي مهمه لا من غير يعني، لان حتى اللقب تاع الدوري الانجليزي هو لقب مهم وعنده قيمه بتاعه الكبيره، لكنها مغامره كبيره منير، يمكن ان تكسب كل شيء ويمكن ان تخسر كل شيء. وهذا هو المدرب يلزمك دائما تاخذ يعني المبادره وتاخذ دائما كما كنقولوا الريسك، على اساس انك لو عايز تفوز يعني بالبطولات وبالكؤوس. لان اليوم يورجن كلوب لو عملنا له قراءه في الذهن تاعو انظن انه حبذ انه ياخذ الدوري الانجليزي على الاوروبا ليغ، ولكن حتى كقيمه لما كنشوفوا قيمه اوروبا ليغ مع قيمه الدوري الانجليزي، اظن ان الدوري الانجليزي اقوى. صحيح. واصعب، هو اقوى واصعب، لان المنافس مين؟ المنافس عندك ارسنال وعندك مين؟ وعندك السيتي، اقوى فرق في يعني في العالم، وهذه صعبه. ولكن كيبقى ان كانت ممكن ان تكون قراءه يعني نقولوا صائبه لو تسجل الجول الاول يضرب في العارضه تاع إليوت. لو تسجل جول كان حتكون الامور 100%. ولكن كتبقى كره القدم هي مغامره، هي قراءات قبليه، هي بالنسبه لبعض المدربين كيكونوا خيارات، اوكي كيكونوا خيارات وكيكونوا حتى بعض الاحيان مغامرات. لان حتى لو نتكلموا على اتلانتا اليوم، انا بالنسبه لي المدرب غاسبيريني باش تلعب ب3-4-3 مع ليفربول خارج الميدان ديالك وتلعب ب3 مدافعين وتضغط فوق، يعني تضغط ضغط عالي، فهذا يعني مغامره بالنسبه لغاسبيريني، مغامره صدقت بالنسبه للغاسبيريني، ولكن فشلت مع يورجن كلوب اللي دار قراءه اخرى، وهي انه يحاول انه يلعب يعني يرتح بعض اللاعبين اللي هما كيتعتبروا مفاتيح اللاعب للمباراه الماجيه. لان الدوري الانجليزي دوري صعب، دوري اللي ما يمكنش توقع فيه المباريات، يعني نتائج المباريات، يعني بعض المباريات اللي كتقول انت سهل بعض الاحيان كتلقى فيها صعوبه، فقدان حتى يعني الصداره اثرت بشكل كبير على التفكير وعلى التركيز تاع يورجن كلوب. هذا ما نتحدث عنه، العامل المعنوي كان واضح بشكل كبير. سأعود اليك للتعليق على هذه النقطه، لكن قبل ذلك وضع أتلانتا كما قلنا مشاهدينا قدما في نصف النهائي بتغلبه على مضيفه ليفربول ب3 أهداف دون رد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. نتيجة قاسية على فريق ليفربول. كنت تريد التعليق على ما قاله منير؟ كنت يعني أريد التعليق خاصة على الوضعية والاختيارات نتاع يورجن كلوب. يعني كمدرب لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي تحت المرتبة الأولى من أفضل الفرق في أوروبا، يعني تقول أنا عندي رصيد بشري مهم وقادر وأنه يجاري مباراة مع أتلانتا اللي في الأخير قاعد يقدم في مباريات متوسطة نوعا ما في الدوري الإيطالي، حتى أنه يحتل المركز السادس يعني في ترتيب الدوري الإيطالي، ونتائج لم تكن جيدة، وليس أتلانتا السنوات الفارطة الذي يؤدي جيدا حتى في الدوري الإيطالي. بالتالي تفكير يورجن كلوب كان على أساسه أنه اللاعبين الاحتياطيين قادرين وأنهم يجاريوا هذه المباراة وقادرين وأنهم يخرجوا بنقاط الفوز على أقصى تقدير. كان يمكن يقول الشوط الأول ينتهي بالتعادل وقادر وأنه يجاري بقية المباراة بالعناصر الأساسية، ولكنه تفاجأ بمردود رهيب واختيارات تكتيكية قوية وممتازة من غاسبيريني. بالتالي أعتقد أن المباراة ضاعت خاصة في الشوط الأول بالنسبة لليفربول، يعني قبول هدف، خطأ من الحارس، ثم تمركز خاطئ من دفاع ليفربول اللي مش متعودين وأنه التمركز خاطئ يكون خاصة في حضور فان دايك. بالتالي المنظومة كاملة مع المدرب لم تكن جاهزة لهذه المباراة حسب رأيي بالنسبة لليفربول. طيب عبد المجيد، يعني كما ذكرنا أتلانتا حقق انتصار واحد في آخر 6 مباريات، والخسارة الأخيرة على الصعيد المحلي طبعا الخسارة الأخيرة أمام كالياري تحديدا وضعت الكثير من علامات الاستفهام. اليوم هذا الانتصار الكبير على ليفربول، هل سيعد إعادة انطلاق مرة أخرى للفريق الإيطالي فيما تبقى من جولات هناك في الكالتشيو؟ نعم، ما يعاب على أتلانتا أنه في المباريات المتعلقة بالدوري في هذا الموسم خصوصا فهو غير قادر على مجاراة الفرق الضعيفة أو الفرق المتوسطة في الترتيب. لهذا فأعتقد أن أتلانتا في المناسبات المهمة يعني له القدرة على مجاراة المباريات الكبيرة. لهذا يمكن هذا الفوز الذي حققه امام ليفربول ان يساعد على الالتحاق بالمرتبه الخامسه، المرتبه الرابعه صعبه نوعا ما، لكن هناك امكانيه الالتحاق بالمرتبه الخامسه والمنافسه عليها من اجل احدى المراتب المؤديه الى الاوروبا ليج. عموما
اتلانتا في هذا الموسم ذو وجهين، وجه في الدوري ضعيف مرتبك متذبذب، ووجه اخر اظهره في هذا في المنافسه الاوروبيه، وجه قوي قادر على التحديات الكبيره، قادر على مواجهه الفرق الكبيره. لهذا فالكل يتمنى جمهورا وكذلك حتى الصحافه المحليه ببيرغامو يتمنى ان تكون انطلاقه جيده لاتلانتا في هذه المباراه بعد الفوز على ليفربول من اجل تحقيق المرتبه الخامسه على الاقل لبلوغ الاوروبا ليج. مسيرة غريبة بالفعل بالنسبة لفريق أتلانتا هذا الموسم، يتمكن من مجاراة الكبار هذا الفريق لكنه يسقط أمام الفرق الصغيرة. على كل حال حسم روما القمة الإيطالية مع مضيفه ميلان بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي الدوري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقق أتلانتا فوزا ثمينا على ليفربول في عقر داره أنفيلد بثلاثية دون رد اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. سجل جيان لوكا ساكا ماكا ثنائية في الدقيقتين 38 والدقيقة 60، فيما أحرز ماريو باساليتش هدفا ثالثا في الدقيقة 83. لذلك سيحتاج رفاق محمد صلاح للفوز إيابا يوم الخميس المقبل بفارق 4 أهداف من أجل العبور إلى المربع الذهبي. باغت أتلانتا مضيفها في وقت مبكر عبر تسديد أطلقها باساليتش من داخل منطقة الجزاء نحو منتصف المرمى. كان الحارس كيليهير لها بالمرصاد. كانت أول فرصة خطيرة للريدز من الجهة اليسرى عن طريق نونيز الذي سدد كرة بالعرض، لكن الحارس موسو كان يقظا بالتصدي لها. كان ليفربول على مشارف التقدم بهدف أول، لكن العارضة والقائم وقفا أمام تسديدة رائعة من إليوث. على عكس التيار تقدم أتلانتا بهدف من عرضية أرسلها زابا كوستا نحو ساكاماكا الذي قابلها بلمسة في أقصى الزاوية اليمنى. لم يستطع كليهر التصدي لها، ووقف حارس ليفربول أمام وصول الضيوف لمرماه مجددا بتصديه لفرصة من كومبينيرز قبل نهاية الشوط الأول لينتهي بتقدم 1-0. قرر يورغن كلوب مدرب الريدز الدفع بأوراقه الرابحة مع بداية الشوط الثاني عبر إقحام محمد صلاح، دومينيك سوبوسلاي وأندي روبرتسون. كاد صلاح أن يعادل النتيجة لأصحاب الأرض بتسويبة صاروخية من قلب منطقة الجزاء، لكن موسو كان يقظا لها وردها بصعوبة. بعد مجهود فردي على الجهة اليسرى أرسل جاكبو أرضية نحو نونيز الذي قابلها بتسديد أعلى المرمى. استطاع صلاح تقليص النتيجة للريدز بعدما قابل أرضية بتسديدة مباشرة إلى الشباك، لكن مساعد الحكم رفع رايته بداعي وجوده في التسلل، وهو ما أيدته تقنية الفيديو. كان ساكاما على مشارف الهاتريك بعدما ارتقى لأرضية برأسية قوية، إلا أن الكرة علت العارضة في النهاية. قبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق معدودة عزز أتلانتا تقدمه بهدف ثالث عن طريق باساليتش الذي تابع كرة ارتدت من حارس الريدز ليضعها بسهولة في الشباك. كثف ليفربول ضغطه في الدقائق لكن صلاح وجوتا أهدرا فرصتين متتاليتين بضربات رأسية حادت عن المرمى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك لنواصل العمل. شكرا.